جميعا، إما أن نكون أقوياء وأما أن نكون صدا، أننا نمثل الشيطان الذي يصد جميع المخططات التي ترمي إلى إفساد البلاد والعباد. ثم امتحان حقيقي يوم 13 ديسمبر، امتحان حقيقي يوم 13 ديسمبر. هذا اليوم سموه باليوم الأسود، واليوم الأسود أيها المؤمنون أيها الكرام أيها الأحرار، يوم أسود معناها يوم متاع ضغينة، يوم متاع حقد، يوم متاع فتنة، يوم متاع إراقة الدماء. ونحن لسنا دعاة فتنة، وإنما نحن دعاة وحدة، ولذلك نسمي هذا اليوم بيوم الرحمة. لا يناسب ويوم الخميس، يوم الخميس هذا عند باهي في ديننا. يوم الخميس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فيه، ونحن إعلاء لكلمة الله واستمدادا للقوة من الله سبحانه وتعالى نصوم صوما جماعيا يوم الخميس. صلى الله على محمد، صلى الله الصفاقس. فليبلغ الشاهد منكم الغائب. يوم الخميس هو بالنسبة إلينا يوم عمل. الله أكبر، الله أكبر. ويوم الخميس إن شاء الله هو كذلك يوم الصيام. الله أكبر. وملاحظة أخيرة أقولها: إذا ما أردتم أن تطبقوا قواعد الديمقراطية، فإن الديمقراطية التي تتشدقون بها تبين أن للشعب كلمته، وهذا جزء كبير من الشعب، هذا الشعب اختار أن يكون متعمقا متجذرة في هويته الإسلامية. الشعب يريد تطبيق شرع الله، 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 الشعب يريد تطبيق شرع الله. الشعب اختار الله يبارك فيه. ما جيناش في السكاكن، وما جيناش في العصير، وما جيناش في الهروات، وما جيناش في الدم، وإنما جئنا بباقات الورود. وباقة الورود هذه نهديها إلى إذاعة صفاقس حتى نبين أننا جزء لا يمكن نحب نوصل رسالة لأعداء هذه الأمة ولأعداء الثورة أن الشارع ينتظر من جديد من أجل تحقيق أهداف ثورته. التكبيرة الرابعة إن شاء الله تكون على 2012 كذلك، خدت لنا تكبيرات كانت على 2012. إن شاء الله التكبيرة الرابعة تكون عند إصدار قانون تحصيل الثورة إن شاء الله. هذه رسالة لجميع الأعداء اللي بنشوفوها اليوم، رسالة للأعداء، رسالة لأعداء الثورة، رسالة للتجمعيين والشيوعيين وكل الفاسدين الماليين والإداريين أن السادس لكم بالمصاف ولن تمروا أبدا إن شاء الله.
ان التشرع لن يعود ان شاء الله. للامانه فان كثير من اخواننا المشاركين هنا في المسيره ونسانددهم وكلنا معهم يريدون تطبيق شرع الله، يريد تطبيق شرع الله. الشعب يريد تطبيق شرع الله، 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 الشعب يريد تطبيق شرع الله. اليوم هذه رسالة واضحة وهي رسالة لجناب الجهاد معنية بالواقعين. الرسالة الأولى حاب نوصلها للحكومة والمجلس التأسيسي ونقولوا لهم اللي تعملوها اليوم ما يكفيش. دولتنا باختار المماطلة والتصوير وعدم الجدية والحسم شرع علينا التجمعيين والشيوعيين واصبحوا يعادلوا بالثورة وفي الثوريين ويتهمون بالمجرمين وبقطاع الطرق. أنا نحملكم رسالة أيها الحكومة أيها المجلس التأسيسي، إياك أن تشارك في هذه الخطة، خطة أعداء الثورة. أنهم يريدون أن يوصلوا رسالة إلى الشعب أن في تونس ما صارت ثورة، في تونس صارت انتفاضة أو صارت نصف ثورة، لأن نصف الثورات هي تقبل الثوار ونحن لا نريد أن نقبل، نريد أن نحقق ثورتنا وأن ننشأ في دولتنا. إعلان ثمن الإعلان الجزيرة مباشر تنقل في هذا الحج وقالت مباشرة العدد هو 150,000.